وخلاص سبت اسوان ورحت مدينه شكلها اوروبي وروحها بدوي وطعمها مصري اصلي، وهي الغردقه. فدول اهم 5 تجارب لازم تعملهم اول ما توصل. ودي كانت من اجمل التجارب بالنسبه لي، وهي الغواصه. ودي هتمشي بيك وسط البحر، بعدها تنزل تحت وتبص من الجزاز وتشوف الشعب المرجانيه والاسماك بتعدي قدامك كانك جوه فيلم كرتون. وبعد كده ممكن تنط وتغوص بنفسك معاهم عادي لو حبيت. فلو وصلت للجزء ده انت فعلا ناوي تعيش التجربه. فما تنساش اللايك بتاعك والمتابعه وتحفظ الفيديو ده علشان هيفيدك. وبعد ما تبرد في البحر يلا نولعها في الصحراء. هتركب عربيه هتهزك على الرمله وتوصلك لقبيله بدويه في وسط الجبل، تشرب شاي بدوي وتاكل عيش بطريقتهم وتركب جمل وتتعرف على عاداتهم. وبعدها هترجع تبدا المغامره الحقيقيه مع العربيه السبايدر والبيتش باجي وسط الجبال كده. وبعد كده عروض النار والفايبس اللي ما بتخلصش عندهم. وده يوم عادي يكون مع سفاري الغردقه. وبين الرقي والبساطه الغردقه لها وشين. واولا لازم تزور مارينا الغردقه، وده ممشى اوروبي بتصميم غربي بيضم كافيهات ومطاعم على البحر وعلى فيو مراكب، ولكن اسعاره غاليه حبتين. وعلى الجنب الثاني فهو شارع شيري، شارع بستايل شعبي وحيوي واسعاره في المتناول، وشارع تقريبا ما فيهوش عربيات، تمشي براحتك وتعمل اللي على مزاجك. ولو لسه ما شبعتش من البحر فممكن تزور متحف الاحياء واللي بيضم اسماك متحنطه لاسماك بتتحرك قدامك. وفي كمان فيلا حامد جوهر، المكان اللي فيه مجموعه نادره من الكائنات البحريه بقالها مئات السنين واللي محفوظه في ماده الفورمالين. في اخر الرحله لازم تختمها على اصولها. فامشي في شوارع الدهار وشوف الحياه الشعبيه والناس والروح، واشرب عصير قصب من عند الراجل اللي واقف على الناصيه، وعيش حياه الغردقه الاصيله من قلبها. وبس كده.